مبروك 3 نقاط ثمينه، فايز على الطلبه، على الجويه، على الشرطه، ما حد سواها قبله. لا الحمد لله والشكر. انا مو انا اللي فايز، اللاعبين هم اللي قدموا. ممكن انه انا مش يعني اشارك في جزء 10%، لكن الجهد اللي يبذلونه اللاعبين داخل الملعب والروحيه اللي موجوده الحمد لله والشكر قدرنا نحصل 3 نقاط من فريق مثل فريق الشرطه. عندنا مباراه جايه ان شاء الله مع نفط البصره، نحاول نكون في قمه التركيز. مباراه اليوم انتهت بالنسبه لنا، نحاول انه نهيئ وضعنا للمباراه الجايه. عندنا مباراه مع زاخو في زاخو صعبه، نتمنى انه نكون دائما بالواجهه باذن الله. استلمت الفريق، حيدر عبيد هو اشكله وقالوا ليش حيدر عبيد نريد مدرب ثاني، لكن اليوم اثبتت نفسك انت الهم، فايز على كل الفرق الجماهيريه بصداره. ما يخالف، لا هذا الجهد هذا حسبه للاعبين، اللاعبين هم اصحاب الاداء اللي داخل الملعب. بالضبط ماكو مشكله، احنا المهم الفريق يكون بالفورمه. فريق الزهراء رجع لسابق عهده، نتمنى انه ان شاء الله باذن الله المباريات الجايه نكون اكثر تركيز في سبيل انه نرتقي. اخيرا ممكن اللي صار ويقوقيه انطاكم دعم وحافز اكبر كزهراء، خاصه بعد بيان اللي صارت البارحه وصارت اليوم هي كانت سبب من اسباب